تحب تقول شكرا لمين؟ في الحقيقة أنا أحب أقول شكرا لناس كتير جدا في حياتي. بس في ناس بقى عايز تقول لها شكرا من جوه قلبك، عايز تقول لها كلمة شكرا وانت حاسسها كده قوي بجد، لأن هما فعلا يستحقوا كلمة شكرا. مش بقولها عشان بس أجامل ومجاملات وعشان أعرف أكمل في الحياة، لا، أنا عايز أقول لهم شكرا عشان أنا عايز أقول شكرا. شكرا للناس القليلة جدا في حياتنا اللي موجودة، اللي أول ما بنزعل بنجري عليهم على طول، بنجري نترمى في حضنهم ونحكي لهم كل حاجة مضايقانا من غير بقى ما افكر انا هبتدي منين ولا هقول منين. بجري على طول عليهم لما بكون عايز حاجة، لما بكون نفسي ان انا افضفض او اخد رأيهم في حاجة، وعارف ان هم فعلا هينصحوني وهينصحوني من قلبهم، لان فعلا انا عارف معزتي عندهم عاملة ازاي. بجري عليهم علشان هم بيكونوا سبب بعد ربنا سبحانه وتعالى، سبب في ابتسامتنا وضحكتنا اللي احنا بنضحكها من قلبنا، فبتخفف من علينا هموم وضغوطات كتيرة جدا في حياتنا. ان احنا لما بمجرد بس ما بنسمع منهم كلمة حلوة، يا نهار ابيض، بنحس كده بطاقة ايجابية، وبتحس ان انت عايز تكمل بطريقة مختلفة. انت كمان اشكر ولادك، اشكر ولادك على كل حاجة حلوة بيعملوها. حتى لو ما عملوش حاجة حلوة، هيجي يعني في يوم من الايام وهيعملوا حاجة حلوة، اشكرهم لمجرد ان هما موجودين معاك. اشكرهم لان انت بتعرف تحضنهم. عودهم ان انت تشكرهم علشان تسمع منهم كلمة الشكر اللي انت نفسك فيها. وصدقني اول ما هتسمع منهم كلمة الشكر وتحس ان هما بيقولوا لك شكرا لأي حاجة، انت ذات نفسك هتحس تقول ياه، ده انا باين عليا ربيت صح ولا ايه. انت ذات نفسك هتحس كده بطاقة كده غريبة، وهتحس بحاجة غريبة جدا. عودهم يقولوا لك الكلام اللي انت نفسك تسمعه. اجمل هدية ممكن تديها لولادك في اي مناسبة ممكن تخصهم ان انت تقول لهم شكرا. قبل الهدية المادية لازم يحسوا كده بوجودك وبحضنك كده حواليهم، سواء كان بنت او ولد، سواء كان كبير او صغير. ده بالعكس، الكبير بيحس ان هو محتاج لكلمة شكرا اكتر كمان من الصغير، مع ان يعني ما تفرقش يعني كتير. كلنا بنتبسط جدا من كلمة شكرا. ما تنساش تبعت الفيديو لاي حد نفسك تقوله شكرا، بس تقوله شكرا من قلبك عشان انت عايز تقوله شكرا. تقوله شكرا لمجرد ان انت بس موجود في حياتي، لمجرد ان انت موجود في حياتي. غير حياتك وخليك بسمة حب. كانت معاكم بسمة فتحي، اسيبكم في رعاية الله.